السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا في. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، وزي ما انتم شايفين كده صينية العظمة. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معانا هنا كيلو قرع متقطع كده مغسول. معانا هنا كوباية سكر هنحطها عليه كده. ناخدهم بقى نرفعهم على البوتاجاز هيتسلقوا كده خالص. معانا هنا حلة تانية كده على النار عشان نعمل فيها البشاميل الحلو. ننزل كده مع 3 قطع زبدة. بعد كده ننزل بالدقيق نقلبهم كده. بعد كده نكون مجهزين لبن عشان ننزل بيه بدرجة حرارة المطبخ. اللبن اهو هننزل بقى شوية بشوية كده عشان برضك احنا مش عارفين هي تاخد قد ايه. يعني تقريبا اخد كيلو لبن. هنا البشاميل الحلو غير البشاميل الحادق. هنا هنحط سكر وفانيليا بدل الملح والفلفل. ده بتاع الحاجات المسكرة، الحلويات. هنا هننزل بنص كوباية سكر وكيس فانيليا. نقلبه بقى كده لحد ما يتقل معانا ونشوف هنضيف عليه ايه تاني. عايزاكم تصلوا على النبي كتير وتنزلوا تحطوا لايكات، وعايزه اشوف تعليقاتكم وتفاعلكم مع القناه واشتراككم في القناه. هنا هنحط معلقتين قشطه كبار. ده بقى بيدي البشاميل دسامه كده وبيخليه طعمه جميل كده. زي ما انتوا شايفين كده هنقلبها لحد ما تتقل، بس ما نسيبهاش اللي هي تربط يعني. بعد كده بقى نشوف نعمل ايه بقى بعد ما يستوي. يكون معانا هنا القرع استوى وخلص، يعني هنصفيه بقى من الميه بتاعته. لو في ميه ما فيهوش خلاص كده زي ما انتوا شايفين يرصوا بالهراسه زي ما انتوا شايفين كده. معانا هنا طاجن بايركس هنفضي مدهون بقى بالزبده. هنفضي هنا القرع الكميه دي ونسويها خالص كده. احنا طبعا نشتغل كل حاجه وهي سخنه عشان تخش بردك الفرن سخنه. نسويها خالص كده. القرع ده مفيد جدا، حلو للقلب وحلو للذاكره وحلو كل حاجه يعني، فاعملوا لعيالكم كتير يعني. هنسويها خالص كده. معانا هنا بقى اي مكسرات انت حباها عندك، يعني كان عندي جوز الهند وزبيب اللي متوفر يعني. هنحشيها كده. لو مش حابه تحشيها برضك ما تحشيهاش، بس حسب اختيارك انت، ده اختيار. حط كده جوز الهند والزبيب. معانا هنا البشاميل هنقلبه كده الاول عشان الوش بتاعه. بعد كده ننزل بالكميه كلها زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على النبي.
معانا هنا بقى نهز كده الطاجن الاول، وبعد كده معانا معلقتين قشطه عليهم شويه لبن صغيرين بس عشان يفكوا. بعد كده هنحطهم بقى على الوش كده. هنا نكون مولعين الفرن على درجه حراره 200، احنا مش عايزينها لان ده مستوي وده مستوي، احنا هنحمرها بس من فوق تاخد اللون بتاعها من فوق، فاحنا على درجه حراره 200. ناخدها بقى ندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. اهي بعد ما طلعت ما شاء الله، تاكلوها بألف هنا. هنا هنزوقها بقى، هنحط على وشها كده شوية جوز الهند وزبيب بردك. بعد كده نسيبها تبرد خالص، انا مش هقطعها علشان احنا هنقدمها كده زي ما هي. عندك فستق بقى مطحون حطيه، عندك اي مكسرات حطيها، المتوفر عندك يعني. زي ما انتوا شايفينها كده، وانا عايزه اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكنتم مع ام ياسمين.